Hola amigos, ¿cómo esté? Soy فاطمة وفي حلقة النهاردة هقول لكم على أفضل وأسهل طريقة تقدروا تتعلموا بيها الإسباني في البيت ومن الصفر كمان. هقول لكم على كل حاجة هتحتاجوها، المصادر اللي هتحتاجوا تتعلموا منها، وكمان هقول لكم على طريقتي الخاصة في مذاكرة الإسباني. وكل المصادر اللي في فيديو النهاردة هتكون مجانية 100%، يعني مش هتدفعوا ولا جنيه. مش هطول عليكم أكتر من كده، ودلوقتي يلا نبدأ. هنبدأ الأول بالمصادر. انتوا دلوقتي هتكتبوا على جوجل تعلم الإسبانية، هيطلع لكم كذا ويب سايت زي ما انتوا شايفين. احنا هنخش على لينجو هات، الويب سايت اللي قدامكم ده اللي في الأول خالص. يا جماعة الويب سايت ده رهيب للناس المبتدئة، بيعمل لكم كده تيست بسيط وبتعملوا ساين وبعد كده بتخشوا. بعد ما بتسجلوا وبيعمل لكم تيست على حسب مستواكم بتخشوا. وهنا الدروس على شكل يعني مقسم لكم الدروس بحيث انكم ما تتلخبطوش. يعني هنا مثلا الارقام، المشاعر والاحاسيس، مش عارفة لقاء شخص ما، الحاجات دي، وبتخشوا على الدرس اللي انتوا عايزينه وبتبتدوا تتعلموا منه. يعني زي ما انتم شايفين هنا انا دخلت على لقاء شخص ما، هيقولك هنا كيف تقول باللغة الاسبانية. كل الجمل دي مرحبا، صباح الخير، مساء الخير. وهتبتدي هنا تدوسي على العلامة اللي لونها بنفسجي دي بالشكل ده، وهيبتدي يكتب الكلمة و بتتنطق. يعني هي بتسمعوها وتبقى مكتوبة قدامكم بحيث انكم تنقلوها في ورقة وتسمعوها كتير لحد اما تعرفوا تنطقوها صح. اه تقدروا ترجعوا تاني لنفس الكلمة، تقدروا تعملوا لها ريبيتد لو مش عارفين تنطقوها من أول مرة، وهكذا. عموما الأسباني يا جماعة سهل، يعني لغة بسيطة ونطقها حلو كده، مش صعب يا جماعة. ومن الحاجات الحلوة قوي في الويب سايت ده ان هو مجاني 100%، وكمان في لغات تانية تقدروا تتعلموها فيه. يعني في لغات كتيرة قوي، في روسي وفي فرنساوي وفي انجليزي، بس انا صراحة جربته في الاسباني وعجبني جدا. برضو لو مش حابين تتعلموا من ويب سايت ممكن تنزلوا الاب برضو اسمه لينجو هات. يعني اكتبوا على اب ستور او جوجل بلاي وهيطلع لكم وتنزلوه. صراحة من احلى الويب سايتس لتعلم اللغات. مشكلته الوحيدة بالنسبة لي ان هو ما بيديش شهادة معتمدة انكم متعلمين اللغة دي، فاغلب الناس اللي عايزة تشتغل بتبقى عايزة شهادة، فالويب سايت ده مش بيدي شهادة. ندخل بقى على المصدر التاني وهو يوتيوب. بجد في قنوات كتير قوي على يوتيوب بتعلم اسباني، وفي قنوات حلوة. يعني انتوا دوروا وشوفوا انسب قناة ليكم، مين اللي انتوا بتفهموا منه احسن. بس انا بالنسبة لي احسن قناة هي واتساب سبين. بجد حلوة قوي 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 يا جماعة، الدروس فيها مترتبة فعلا من الصفر، بتقول من اول الحروف، وفي حاجات كتير، واهم حاجة نطقهم حلو. فالقناة دي حلوة قوي قوي للمبتدئين. دلوقتي هقول لكم على طريقتي في المذاكرة، جربوها ومش هتندموا. اول حاجة بعملها بسمع الكلمات الجديدة من على الويب سايت او من على القناة على اليوتيوب، وبسمعهم كويس عشان اعرف بيتنطقوا ازاي. بعد كده بوقف الفيديو وبيكون جنبي ورقة ببدأ انقل فيها الكلمات دي. اهم حاجة ما تاخدوش كلمات كتيرة في نفس اليوم. يعني لو انتوا لسه مبتدئين خليكم اخركم 10 كلمات في اليوم، ده لو انتوا كمان يعني عندكم رغبة للتعلم وحابين اللغة. لكن لو انتوا واخدينها على مهلكم خليهم 5 كلمات في اليوم. زي ما انتوا شايفين انا نقلتهم هنا في الكراسة، وببتدي اقول ثيرو ثيرو اونو اونو كده، بردد كل كلمة كذا مرة في مخي عشان النطق بتاعها يثبت في مخي. بعد كده ببتدي اكتبهم كذا مرة. يعني زي يعني انتوا طبعا هتكتبوهم اكتر من كده، بس عشان وقت الفيديو فانا كتبتهم حبة صغيرين وعشان انا اصلا حافظاهم. يعني انتوا تكتبوا كل واحدة، تقسموهم كده في الكراسة وتكتبوا كل كلمة من اول الكراسة لحد اخرها. هنا كتبت ثيرو اونو، نكتب اونو كده 3 4 مرات لحد اما تثبت في مخك. وممكن مثلا يعني يعني تاخدوها بتشبيه بلغة تانية عشان تقدروا تحفظوها. يعني ثيرو قريبة من زيرو، بس بدل ما بنحط الزد حطينا حرف السي. يعني احنا مثلا كده يعني حاولوا تلاقوا تشبيهات للكلمات عشان تقدروا تحفظوها بسهولة. عموما نطق الإسباني سهل يا جماعة، و
مش صعب خالص، وخصوصا بقى لو انتوا اصلا بتسمعوا اغاني مثلا اسباني او بتسمعوا تتفرجوا على افلام او مسلسلات اسباني، هتبقى بالنسبة لكم الدنيا سهلة. بالشكل ده بفضل اكتبهم عشان يثبتوا في مخي. اكتبوهم كتير، كل ما تكتبوا اكتر صدقوني كل ما الكلمات هتفضل في مخكم لمدة اطول. وطبعا وانتوا بتكتبوا كل كلمة تنطقوها، يعني تريس تقولوا تريس، كواترو تقولوا كواترو، ام- دوس تقولوا دوس، اونو تقولوا اونو كده، عشان النطق ما تنسوهوش. بعد ما كتبتوهم هنبتدي دلوقتي نقلب الصفحة، نجيب صفحة تاني ورا او نجيب ورقة تاني خارجية، ونبتدي نسمع فيهم الكلمات اللي احنا حفظناها، عشان نشوف بقى احنا ايه الكلمات اللي احنا حافظينها وايه الكلمات اللي احنا مش حافظينها. يا جماعة سوري على الخط انا عارفة، بس عشان انا ماسكة الكاميرا وبكتب بايد تانية يعني الخط مش احسن حاجة. انتوا بقى ابتدوا سمعوا الكلمات في ورقة تانية، وبعد كده بقى روحوا صححوهم لنفسكم. يعني هنبص على ثيرو اللي احنا لسه نقلنها من الفيديو، او نوقف الفيديو ونشوف الكلمة مكتوبة ازاي ونبتدي نصححها لنفسنا اللي احنا لسه متملينها بالظبط. يعني اتمنى تكون يعني كلامي واضح لكم. هنبص هنا ثيرو ونتأكد ان الحروف نفسها هي ونبتدي نصحح لنفسنا او ثيرو صح. نفس الفكرة مع اونو، مع دوس، مع تريس، مع كواترو، وهكذا. يا جماعة عموما تعلم الاسباني مش صعب زي ما ناس كتير متخيلة، بس اهم حاجة انكم تتعلموه بحب، وكمان تتعلموه لسبب. وفي حاجة تانية برضو مهمة، انكم تتعلموا الاكسنت بتاع دولة معينة، عشان في دول كتير بتتكلم اسباني. وبس كده يا جماعة، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. لو حابين اني اعمل لكم فيديوز تانية عن طريقة تعلم لغات زي الانجليش او الفرنش، اكتبولي في الكومنتس وانا ان شاء الله هعملها لكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو دي اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله. باي.